كلنا بشر، كلنا بنتشارك في نفس التجارب الإنسانية، ومن أصعب التجارب الإنسانية اللي بتمر علينا كلنا هي الرفض. مفيش حد فينا ما تعرضش للرفض، سواء بقى رفض من شغل، رفض من شريك حياة، رفض من تقبل من مجموعة من الناس. فكرة الرفض دي كلنا تعرضنا ليها. فلما انت بتتعرض لموقف بتقابل فيه رفض معين، هتلاقي ان الكل حواليك بيقولك تعود وتأقلم وتقبل الرفض، لان ده شيء طبيعي. لكن محدش هيقولك يعني ايه اصلا تتقبل الرفض، وازاي تعيش معاه من غير ما يكسرك، من غير ما تحس انك فقدت جزء من روحك ومن قلبك في اللي حصل او الموقف اللي انت تعرضت ليه ده. فخلينا افكر معاك، هل تقبل الرفض انك تبرر لنفسك الرفض اللي انت تعرضت ليه؟ هل انك تعمل انك مش مهتم اصلا؟ هل انك تقفل قلبك وما تحاولش تاني وتبدأ تتعامل بشكل فيه قسوة مع الحياة ومع الناس؟ تقريبا ولا واحدة من دول بتعبر عن تقبل الرفض بشكل حقيقي. يعني خلينا اشرح لك بشكل مختصر وواضح وعملي جدا في الفيديو ده ازاي تتقبل الرفض وتحوله من حاجة بتكسرك لحاجة بتبنيك بجد. خلينا الأول نعرف الرفض بيوجعك ليه. يعني خلينا نكون صريحين، الرفض مش بيوجعك علشان الموقف نفسه، الرفض بيوجعك علشان المعنى اللي انت ربطته في دماغك والتوقعات اللي انت حطيتها. لما حد بيرفضك وبيقولك لأ، انت مش بتترجم لأ انها لأ، انت بتترجمها جوه دماغك أنا مش كفاية، أنا مش مرغوب، أنا أقل، أنا مستحقش. وده مش حقيقي، ده تفسيرك للي حصل ولكنه لا يمثل الواقع. الرفض حدث، لكن الألم هو تفسيرك انت للحدث ده. الرفض مش دايما ليه علاقة بيك، ممكن تكون مناسب بس مش مناسب للوقت، ممكن تكون كويس بس مش مناسب للشخص ده بذاته، ممكن تكون جاهز بس الطرف الآخر مش جاهز. فمش كل باب مقفول معناه انك انت المشكلة، ممكن يكون المشكلة في الشخص التاني ببساطة وانت تستحق أفضل منه فعلا. أحيانا بيكون بس انك خبطت على الباب الغلط. في وهم كبير جدا احنا عايشين فيه، وهو انك لازم تكون مقبول من الكل. ده مستحيل، ده مش حقيقي، وده عمره ما هيحصل. الأنبياء نفسهم كان بيتم رفضهم من أهلهم. فالرفض مش دليل انك سيء، الرفض مش دليل انك ما حاولتش كفاية، الرفض دليل انك بتحاول وانك مش نسخة مكررة من كل الناس. الرفض دليل على انك حقيقي، الرفض دليل على انك خدت خطوة، الرفض دليل على انك حاولت. لو كل الناس قبلتك فانت مش مميز، انت زيك زي كل الناس، وده اصلا مستحيل يحصل لان الناس نفسهم مختلفين بينهم وبين بعض. التوأم اللي بيتولدوا مع بعض بيكونوا مختلفين في كل حاجة رغم وجودهم في نفس البيئة من نفس الاب والام وفي نفس الوقت، لكن نظرتهم للحياة بتختلف. طيب انا عايزك تعمل حاجة بسيطة جدا لكنها هتفرق معاك بشكل كبير. عايزك تفصل ما بين قيمتك كشخص ونتيجة الموقف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تترفض في شغل فده مش معناه انك فاشل مثلا، لما حد يرفضك عاطفيا فده مش معناه انك مش جذاب او ان شخصيتك وحشة، ولكن ده معناه ان الموقف ده بس ما مشيش بالشكل المتوقع. انا عايزك برضو تفصل توقعاتك عن كل الاحداث اللي بتحصل على ارض الواقع. انا عايزك تتعامل ان قيمتك ثابتة والنتائج بتتغير. تعامل مع كل المواقف ان قيمتك ثابتة، سواء الاخرين تقبلوا ده او تعاملوا معاه بشكل انت شايفه مناسب ليك او لا. في الاخر دي بتبقى مشكلتهم هم مش مشكلتك انت. انت عارف قيمة نفسك، انت عارف انك تستحق مكانة كويسة، انت عارف انك تستحق شخص كويس، انت عارف انك تستحق بيئة كويسة. لكن عدم تفاعل البيئة والناس والشغل اللي انت تقدمت ليه مثلا بشكل متوقع منك بناء على المعطيات اللي انت مؤمن بوجودها في نفسك لا يعكس حقيقتك انت. ركز في الكلام ده كويس. انا عايزك تتخيل نفسك بعد 5 سنين نسخة اقوى، اهدى، انضج وانجح من نفسك. النسخة دي عدت بكام رفض؟ تتخيل انها ما اترفضتش ولا مرة؟ ما اتكسرتش ولا مرة؟ اكيد اترفضت واتكسرت كتير، ولكن الفرق انها ما وقفتش، وكل كسر وكل رفض بنى فيها حاجة خلتها ترتقي في المستوى. كل رفض كان خطوة قربتها من المكان اللي هي فيه دلوقتي، اللي هو بعد 5 سنين. فالرفض اللي انت شايفه نهاية ممكن يكون بداية طريق كامل. كل نهاية هي بداية جديدة فعلا.
أنا عايزك في الآخر تسمع كلمتين دول كويس. لو الرفض وقفك يبقى أنت اللي اخترت تقف، لأن الرفض هو جزء من أي طريق فيه قيمة. مفيش حد بينجح من غير ما يترفض كتير كمان. فالاختيار الحقيقي مش إنك إزاي تتجنب الرفض، ولكن السؤال اللي المفروض تسأله لنفسك هو: هل أنا مستعد أكمل رغم الرفض اللي ممكن أتعرض له، ولا هقف؟ افتكر الجملة دي كويس. الرفض مش معناه إنك مش كفاية، الرفض معناه إن ده مش مكانك. ومهمتك في الحياة مش إن كل الأبواب تتفتح ليك، مهمتك إنك تفضل تخبط لحد ما توصل للباب اللي معمول ليك أنت. ولما تتقبل الرفض بالشكل ده هتبطل تخاف منه. عايزك تبص للحياة بإنها مليانة ملايين الفرص، ملايين الأشخاص، ملايين الاحتمالات اللي موجودة، وإنت مش شايفها لمجرد إنك واقف عند حد معين، عند شغل معين، عند ظروف معينة، عند بيئة معينة. لما تفكر بعقلية الوفرة وإن في ملايين البدائل لكل شيء، ساعتها بس هتبدأ تتحرك بجد. سلام.